بل بالعكس، سنبني مصر القوية وسنبني مصر العزيزة. هنبني السد العالي وسنحصل على حقوقنا المغتصبة. هنبني السد العالي زي ما احنا عايزين، هنصمم على هذا. سنة 1847 بيعلن محمد علي إنشاء القناطر الخيرية عشان نستفيد من مياه النيل اللي بيتم هدرها كل سنة واللي بتنزل كلها في البحر المتوسط. مصر اللي بيمر فيها نهر النيل بطول 1000 ميل وبعرض 20 ميل وبيوصل لها أكتر من 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا، لكن كل المياه دي كنا بنفقدها وبنقعد سنين الجفاف كلها من غير مياه. في الفترة دي الولايات المتحدة كانت هي مركز تصدير القطن للعالم، لكن نشبت فيها الحرب الأهلية فتراجع دورها في تصدير القطن، وبدأ العالم يدور على خليفة يكون بديل ليه في التصدير، وقع اختيار الدول الأوروبية على مصر. وقتها اتكلم ملك بريطانيا الملك جورج الثالث مع محمد علي، قال له احنا هنعتمد على مصر الفترة الجاية ان هي تكون المورد بتاعنا في تصدير القطن. وهنا محمد علي لقاها فرصة حلوة جدا لمصر وقرر يستغلها، وأمر على طول ببناء القناطر الخيرية عشان تحجز المية وتخزنها قبل ما توصل للدلتا، عشان لما تيجي سنين الجفاف يكون عندنا مية نقدر نزرع بيها محاصيل القطن. ودي كانت تعتبر أول عائق مائي على مجرى نهر النيل اللي هو يخزن المياه ويحفظها. وفي بداية القرن العشرين ومع زيادة عدد السكان في مصر اتحولت الدنيا من سلة غذاء العالم لأفقر أمة في أفريقيا. نهر النيل كان هو السبب في قيام الحضارة المصرية، وهو العمود الفقري للاقتصاد والفلاحين، عشان زمان كنا بلد زراعي ومشكلة زي الجفاف وزيادة عدد السكان بيودي البلد لكارثة ومجاعة. سنة 1875 البلد كانت تحت رحمة الديون الأوروبية، وبسبب قلة الفلوس في خزينة الدولة وتراكم الديون علينا باع الخديوي إسماعيل محصول القطن كله اللي في مصر لأوروبا، ورهن حصة مصر في قناة السويس للدول اللي ليها فلوس عندنا. والدول دي كانت إنجلترا وفرنسا، والاتنين اشتركوا وقتها في تشغيل القناة عشان تكون دي هي نقطة انطلاق بريطانيا العظمى في احتلال مصر. 1882 بعتت بريطانيا العظمى جيش لمصر بحجة حماية اقتصاداتها في قناة السويس واستثماراتها، وتمر السنين وعدد الشعب عمال يتضاعف والفقر بيزيد. الاحتلال البريطاني مسيطر على كل موارد مصر وبيبعت خيرها كله لبريطانيا، ولما نوصل لسنة 1950 بيبقى نصيب كل فرد من الشعب المصري في الأراضي الزراعية هو 16 إيراد بس، لحد ما ترسخت قناعة عند المصريين إن هم مش هيخرجوا من الفقر اللي هم فيه ده إلا لما يخرجوا الاحتلال بره ويتحكموا في الموارد بتاعتهم زي قناة السويس وفي مجرى نهر النيل. وده كان هو الهدف الأساسي اللي اتحط قدام القيادة الجديدة لمصر بعد ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر. وبعد أسبوعين بس من تولي عبد الناصر الحكم، واختار إن مشروع السد العالي هيكون الرمز الجديد لمصر، هو ده مشروع اللي هيكون الرمز لثورة الأحرار واللي هيخلينا نتحكم في مواردنا ونرجع لعهدنا في الزراعة، ويرجعوا يقولوا علينا ان احنا سلة غذاء العالم. وبدأ العمل على المشروع ورسم تصميماته ومعاينة الارض اللي هيتبني عليها، وتحددت المدة اللي هيتبني فيها المشروع واللي كانت 10 سنين. لكن جمال عبد الناصر طموحه كانت اكبر من كده، وطلب من المهندسين ان هم يستفيدوا بقوة تدافع المية اللي هتعدي فوق وجوه السد، واننا نستغل الطاقة ديت في انارة بيوت المصريين وانتاج الطاقة الكهربائية. سد بالحجم الكبير ده كان يقدر يزود اكتر من 20,000 قرية مصرية بالكهرباء، ده غير تشغيل آلاف المصانع وانتاج وتصنيع المواد الخام اللي كانت بتتصدر بره وكنا بنبيعها برخص التراب. واعلن وقتها الزعيم جمال عبد الناصر ان هو مش هيسمح لاي حد داخليا او خارجيا ان هو يعطله عن المشروع ده، واتشهر وقتها المشروع دوت بالهرم الرابع لجمال عبد الناصر. بس طبعا مشروع كبير بالحجم ده محتاج تمويل جبار، والبلد لسه خارجه من ثوره، ده غير ان كان في محتل بيمص في دمنا، هنجيب فلوس مشروع زي كده منين؟ هنا اتجه الزعيم جمال عبد الناصر للولايات المتحده وبالتحديد البنك الدولي، وعرض عليهم المشروع وتصميماته وتكلفته. هنا البنك الدولي لما بص على المشروع شاف ان هو فرصه، اولا ده مشروع بنيه تحتيه ضخمه هيحسن من الاوضاع الاقتصاديه لدوله مهمه جدا في منطقه الشرق الاوسط زي مصر، يعني المشروع ده لو نجح الكل هيعتمد علينا احنا، وممكن نجرب التجربه ديت
في اكتر من بلد، والكل هيثق فينا وبالتالي ارباحنا هتتضاعف. البنك الدولي كان متحمس جدا ومستعد يقدم اي مبلغ لجمال عبد الناصر، لكن كان في حد بيراقب الوضع من بعيد ومش عاجبه اللي بيحصل، وهو ايزنهاور رئيس الولايات المتحده وقتها. عشان في التوقيت ده العالم كان بيعيش في فتره الحرب البارده بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده، وعبد الناصر كان قريب من خروتشوف قائد الاتحاد السوفيتي. هنا البنك الدولي عمل حركه صايعه، قال انا هسوي في الموضوع ده شويه لحد ما الحرب البارده تهدى والقياده عندنا في امريكا تسمح لنا بالقرض ده. وراح قال لعبد الناصر انا هحتاج مساعده من مهندسين المان في التصميمات عشان تكون ادق ونقدر نعتمد عليها، عشمانين ان عقبال ما التصميمات دي تخلص تكون حصلت حاله من التهدئه بين واشنطن وموسكو، عشان البنك مش عايز يفوت فرصه زي المشروع ده. وفعلا ورق المشروع بيوصل للمهندسين الالمان والتصميمات بتاخد منهم سنتين، ولما ترجع تاني للبنك اجراءات الموافقه بتاخد هي كمان سنتين، لحد ما نوصل لسنه 1956 واخيرا يوافق البنك الدولي على القرض المصري بعد ضغط كبير على حكومه الولايات المتحده. بس طبعا الرياح لا تاتي بما تشتهي السفن. شرطين من الشروط الامريكيه، فان امريكا ستوافق على اعطائنا المعونه، وبذلك البنك الدولي هيدينا المعونة. وأنا قلت لسفيرنا في هذا اليوم إننا على ثقة كاملة من إننا لو قبلنا الشرطين اللي بتقول عليهم أو أكتر منهم فنحن لن نحصل على أي معونة. المطلوب إخضاعنا إخضاع كامل، وفي نفس الوقت المطلوب التضييق علينا اقتصاديا. وقلت لسفيرنا انك تقدر ترجع امريكا وتقابل وزير الخارجية الامريكية وتقول له ان احنا موافقين على الشرطين، ولكني قلت له في نفس الوقت ان انا على ثقة من انك بعد ما تقول هذا الكلام مش هتوافق امريكا على اي قرض لتمويل السد العالي. في التوقيت ده مستوى العداوه بين عبد الناصر والصهاينه بيوصل للذروه، وبيتجه عبد الناصر لخروتشوف عشان يسلح الجيش المصري ويخليه مستعد لاي مواجهه مع الكيان الصهيوني. طبعا ايزنهاور لما شاف الحكايه كده رجع تاني للبنك الدولي وقال لهم صعبوا الشروط على عبد الناصر، لدرجه ان عبد الناصر كان خلاص قرب يوقف المفاوضات معاهم، لكن اتدخل هنا مستشارين عبد الناصر وهدوه ونصحوه ان هو يستنى شويه. وبالفعل وافق جمال عبد الناصر على كل الشروط الجديده اللي فرضها الامريكان عشان ان مشروع حياته واللي هيوفر حياه كريمه للمصريين يتحقق. لكن جه وزير الخارجيه الامريكي جون فوستر ولغى الاتفاق كله حتى بعد التنازلات اللي قدمها عبد الناصر، وده اللي جنن القياده في مصر وخلاهم في حاله غليان. قام جه عبد الناصر وقلب الترابيزه عليهم كلهم وقال انا ايه اللي يخليني اروح اتذلل عند الامريكان؟ ما انا عندي موارد بلدي اللي عمال يسرق فيها الانجليز والفرنسيين، ايرادات قناه السويس دي كفيله تصرف على المشروع كله. زي الايام دي كنا بنجري وراء البنك الدولي وراء امريكا وانجلترا عشان يسلفونا نبني السد العالي، وبعد شهرين سحبوا عرض تمويل السد العالي. ما وقفناش. هو السد العالي بياخد له يعني بنا 10 سنين، هنبنيه في 20 سنه بالمقاطف مش بالمكن. والله انا جبت عبد الحكيم عامر وقلت له بتعمل لجنه على ان احنا نبني السد العالي بالمقاطف وبدراعتنا، ونثبت للعالم كله ان احنا شعب فعلا مناضل سائر يستطيع ان يعتمد على نفسه. ويوم 26 يوليو سنة 1956 بيعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن تأميم قناة السويس، ويقول للشعب ان السد العالي هيتبني من ارباح وايرادات قناة السويس. 29 اكتوبر 1956 تقوم القوات الاسرائيلية بغزو سيناء وصولا لشرق قناة السويس، تمهيدا للقوات الجوية البريطانية والفرنسية انها تعمل انزالات جوية فوق قناة السويس عشان تسيطر عليها. وبدأ العدوان الثلاثي على مصر، وبعد اسبوع من وقوف الجيش المصري قدام جيشين دول عظمى وجيش الكيان الصهيوني يتدخل الاتحاد السوفيتي ويهدد بدخول الحرب مع مصر، وبيتدخل الرئيس الامريكي ايزنهاور على الخط وبيطلب من دول العدوان ينسحبوا. اصل كده كده بريطانيا كانت هتسلم القناة السويس دي للمصريين لان هم ماضيين عقد احتكار مدته 99 سنة وكان خلاص قرب يخلص. وفعلا بتنسحب الجيوش المعتدية وبينجح عبد الناصر وبيفرض ارادته وبيرجع قناة السويس، وبيدخل خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي عشان يملأ الفراغ السياسي اللي حصل دوت، وبيستغل الموقف وبيعرض على جمال عبد الناصر تمويل الاتحاد السوفيتي للسد العالي. وفعلا يوصل المهندسين الروس للقاهرة سنة 1958 معاهم المعدات والآلات السوفيتية وتبدأ عملية بناء السد، واختاروا أعلى نقطة في جنوب مصر
عشان يكون هي الموقع اللي هيبنوا عليه السد عشان يقدروا يتحكموا فيه وفي مجرى الفيضان. كمان المنطقة دي ميزتها ان هي تقدر تخليك تكون بحيرة كبيرة قبل السد، تقدر تعملها زي خزان كبير كده تستغلها في ايام الجفاف. ولما تبدا مرحله التاسيس المهندسين كان بيقابلهم مشكله، النيل لما بيوصل لمصر بيكون جايب معاه كميات كبيره من الطمي الناعم والكثبان الرمليه الناعمه، عشان المنطقه دي كانت منطقه صحراويه فكان لازم يتعمل قاع نهر صناعي عشان يمنع التسريب. وقرروا ان هم يعملوا قاع للسد يكون مكون من الجرانيت والحصى اللي يستحمل الحاجات او الضغط اللي جاي عليه ويقدر يمتص تدافع الميه اللي جاي من القاع. العمال وقتها كانوا بيعبوا صخور كبيره وجرانيت ويجوا في قلب النهر ويرموه عشان يحصل عملية انسداد لمجرى النهر، عشان المياه اللي تيجي من السودان تتحول لنهر صناعي العمال هيحفروه بحيث الحتة اللي هيتعمل فيها السد في المجرى الرئيسي تجف ويقدروا يبنوا عليه. واللي هيفهم اكتر الحتة دي اخواتنا الفلاحين، لان هم بيعملوا كده يوميا في وقت ري المحاصيل الزراعية. بس في حاجة كانت راعبة المهندسين السوفيت والمصريين، وهي ان السد ده بالشكل اللي هم بيبنوه بيه هيخزن ميه تكفي مصر لمده 3 سنين، يعني كميه رهيبه من الميه. السد ده لو اتضرب او حصل له حاجه وادي النيل كله هيغرق، واللي قاعد باصص على السد ده وقاعد متربص له هو الصهاينه، ودول ليهم طار عند عبد الناصر وفي اي وقت ممكن يأذوا المصريين. هنا جه الاتحاد السوفيتي واقترح اقتراح. الاتحاد السوفيتي وقتها كان عنده خبره كبيره في بناء السدود، واقترح ان قاعده السد اللي هيتبني عليها وهتكون هي المستوى الاول اللي بيمنع الميه تكون عباره عن قاعده مكونه من اكتر من 42 مليار متر مكعب من الحجاره والرمل والصلصال. عشان تدمر كتلة زي كده محتاج قنبلة ذرية. 29 يناير 1960 بيوصل جمال عبد الناصر بنفسه لموقع البناء ويفجر بإيده أكتر من 20,000 طن ديناميت عشان يبدأ حفر قناة التحويل اللي هتمر منها مية النيل ويجف المجرى الرئيسي اللي هيتبني عليه السد. وهنا تبدأ حقبة جديدة في تاريخ مصر. أول مرحلة من البناء كانت أصعب مرحلة، لازم المجرى البديل اللي هيتحفر يكون جاهز قبل الفيضان، عشان لو مية الفيضان وصلت قبل البناء هتدمر المشروع كله. بس المشكلة إن الشغل كان بطيء جدا، المعدات والآلات السوفيتية قليلة جدا، وكمان هي اتصنعت عشان تستحمل المناخ البارد زي مناخ موسكو مش مناخ أسوان اللي هي تعتبر أسخن حتة في الكرة الأرضية. وهنا استدعى عبد الناصر أكتر من 1000 مقاول من العرب والمصريين وأكتر من 30,000 عامل مصري عشان يسد عجز الآلات. والحمد لله بتنتهي أول مرحلة في الموعد بالتحديد قبل ما يجي الفيضان. بعدها ندخل على المرحلة الثانية واللي هي تركيب التوربينات اللي هتولد الكهرباء، وتركب وقتها 20 توربين يولدوا أكتر من 2100 ميجا وات. والأول مرة من بداية نشأة الحضارة المصرية بنقدر نتحكم في مية الفيضان ونحمي الأراضي اللي كانت بتغرق وكمان نولد الكهرباء. السد العالي هيساهم في زيادة المساحة الزراعية في مصر بأكتر من 30%، وهيولد كهرباء تساوي 8 أضعاف محطة توليد اللي هي بتشتغل بالوقود الطبيعي وبتتكون بالتدريج بحيرة ناصر اللي بيوصل طولها ل 300 ميل. بس دي كانت مشكلة وقتها، لأن في أكتر من معبد فرعوني موجود في المنطقة اللي هتنشأ فيها البحيرة دي، ولما يجي وقت الفيضان المعابد دي كلها ممكن تغرق. معابد زي أبو سمبل ورعمسيس. وهنا اتدخلت اليونسكو بالتعاون مع الحكومة المصرية ونقلوا المعابد ديت من أماكنها عن طريق تقطيعها وتركيبها في مكان تاني أعلى وتجميعها زي قطع البازل. يوم 15 يناير سنة 1971 بيتم افتتاح السد العالي في عهد الرئيس الجديد أنور السادات بعد أكتر من 11 سنة وأكتر من 8 سنين تخطيط، وبيطلق اسم ناصر على البحيرة اللي السد كونها قبليه تخليدا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر واللي كان هو السبب في المشروع. السد لحد النهارده يومنا هذا بيخدم المصريين وبيخزن لهم احتياطي اكتر من 162 مليار متر مكعب من الميه اللي بنستخدمها في سنين الجفاف. عشان كده احنا مش بنحس ان في النيل بينزل او منسوبه بيقل خالص، لان عندنا مخزون طبيعي من بحيره ناصر. ده غير انه بيوفر اكتر من 2100 ميجا وات كهرباء مجانيه وطاقه نظيفه، وساعد الفلاحين ان هم يزرعوا الاراضي طول السنه مش موسم واحد بس. عشان كده القياده العامه للقوات المسلحه بتصف المكان ده ان هو منشأة حساسة ذات أولوية قصوى في التأمين، وسلاح الدفاع الجوي المصري اللي هناك دايما في حالة استنفار، ودرجات الحماية اللي معمولة هناك مكونة من أكتر من طبقة. عندك منظومات دفاع جوي طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، عندك دوريات وطلعات جوية من المقاتلات المصرية دايما فوق منطقة السد، وبيكون موجودة طيارات رافال وميج 29 في حالة تأهب وجاهزين للخروج في أي حالة طوارئ. عندك قوات صاعقة على الأرض للرصد والتأمين، وده في حالة وجود أطراف داخلية
في محاولة تخريب السد من جوه. عندك أنظمة رصد حراري وكاميرات متصلة بغرف عمليات مركزية، ودي عشان تراقب المكان على مدار 24 ساعة. عندك تأمين إلكتروني شامل زي نظام مراقبة مرتبط بالقمر الصناعي المصري، وأنظمة إنذار مبكرة منتشرة في المنطقة كلها. يعني ما تقلقش وحط في بطنك بطيخة صيف، محدش يقدر يلمس السد ده حتى إسرائيل نفسها. في النهاية لو وصلت معانا لحد هنا وعجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان توصلك الخلاصة. سلام.